وقف. قبل ما تكمل جاوبني بصراحة، عمرك حسيتي بشي حاجة زوينة في حياتك وتبدلت فجأة بلا سبب؟ خدمة مشات، علاقة فرقات، طاقة هبطات، وقلتي واش هذا غير صدفة ولا عين وحسد؟ في المغرب بزاف ديال الناس كيآمنوا بالعين، وماشي غير كلام جدات. حتى في الدين كاين ذكر العين، وهادشي كيخلينا نطرحوا سؤال مهم: واش العين كتأثر بالصح ولا غير تأثير نفسي؟ الحقيقة هي أن العين والحسد كاينين، ولكن التأثير ديالهم ماشي كيف ما كنصوروه. مرات الخوف الزايد من العين كيخلينا نربطوا أي فشل به وكنسدوا على راسنا باب المسؤولية. ومرات أخرى الطاقة السلبية ديال الحسد كتأثر على النفس، كتخلي الإنسان يشك، يتقلق ويفقد التركيز. ولكن راه القوة ماشي في العين، القوة فيك، في الثقة ديالك، في ذكر الله، وفي أنك ما تعيش حياتك خايف من نظرة الناس. دير اللي عليك، خبي بعض الأمور، توكل وكمل طريقك. العين ما كتضرش إلا إلا عطيتيها أكبر من حجمها، وأخطر عين هي عينك على راسك ملي كتفقد الإيمان بنفسك.